كنت بعرف اكلمك شويه. عامله ايه؟ طمنينا عليكي. انا تمام الحمد لله، كله بخير. آه. طيب، بالنسبه لامي، انا كلمتها امبارح كتير جدا جدا جدا، وقالت لي ان هي علاقتها معاكي بقت زي الفل، وكمان بقت شايلاكي في عينها ورضت بالامر الواقع وبقت بتحبك. ايوه شايلاني في عينها، بتحبني خالص. مامتك ست طيبه قوي. انا مش قلت لك بعد الجواز هترضى بالامر الواقع وهتعرف ان انا متمسك بيكي فهتتعامل معاكي كويس؟ صدقتيني بقى ان انا كان عندي حق. صدقتك انت كان عندك حق. انا قلت لك اهو، كنت انت عايزه تضحي بجوازنا وخلاص. المهم، انا محضر لك مفاجاه قريب جدا 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 جدا. مفاجاه؟ كفايه المفاجآت اللي انا فيها. مفاجاه ايه؟ خير؟ انا خلاص هانت اهي، مش هقول لك نازل امتى بس هانت قوي يعني، وجايب هديه كتير جدا 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 للبنت اختك هيوش دي. اختي؟ هتفرح قوي لو شافتك. ربنا يجيبك بالسلامه. فين اختك؟ نايمه. نايمه؟ نايمه. طب هو انا ممكن اسالك سؤال؟ طبعا اتفضل. هي امي فعلا حلوه معاكي ولا بترتعني وبتضحك عليا ولا ايه؟ لا، مامتك زي السكر، ما شاء الله عليها. اكلمها؟ ايه؟ لو مزعلاكي قولي لي اكلمها واوصيها عليكي تاني. لا مش مزعلاني يا سلامة. انت ليه شايف كده؟ انا ومامتك زي الفل، وهي بتعاملني حلوة قوي زي بنتها. متقلقش. انا عايز اسالك بقى حاجه اخيره قبل ما امشي. امرني. البيبي اخباره ايه؟ الحمل بتاعك مستقر؟ الحمد لله. رحت امبارح والجنين صحته كويسة. ده انا بقيت بعد اكتر منك، الولد ده انا مستنيه على فارغ الصبر. والله كلنا. طيب ماشي، هو انت بتفطري في حاجه؟ لا خالص. بجد في حاجه؟ لا خالص. في حاجه عرفيني طيب. لا مفيش اي حاجة. سلامتك يعني، ربنا يخليك. محتاجه اي حاجه اجيبها لك معايا؟ لا خالص، تسلم. تيجي بالسلامة. انت جاي امتى؟ ما هي دي المفاجاه بقى، بس مش هقولها لحد. مفاجأة ايه؟ انا جاي امتى هي دي المفاجاه اللي انا عاملها لكم، مش هقول لكم جاي امتى بس دي المفاجاه. ماشي. هفاجئكم. تيجي بالسلامة. ماشي يا بنتي، مع ان صوتك مش عاجبني بس قشطه ماشي، هعديها. هعتبرها بقى ان شهور حمل وكده. لا انا اهو زي الفل، وصوتي بس عشان شويه برد، بس تعبانه شويه، وبعدين الحمل انت عارف يعني. كده كده يا ندى. ايه؟ هو الفلوس اللي انا ببعتها ما بتكفيش؟ هو انت لسه لابسه الحاجات بتاعتك القديمه دي؟ ليه ما بتشتريش لبس؟ اصل انا بستريح كده يا سلامه. تستريحي كده؟ ما انا ببعت لك فلوس قد كده وفي الاخر يا ندى انت لسه برضه عايشه في دور الفقر اللي احنا فيه ده. يا بنتي الحمد لله ربنا كرمنا، اصرفي بقى ما تبقيش بخيله. يا سلامه، ده اللبس ده بيريحني وانا الحمد لله كده تمام. انت بس ما تشغلش بالك بيا وخلي بالك على نفسك في الغربه. حاضر. مع ان زعلتيني، هجيب لك انا لبس وانا جاي. لا يا سلامه، مفيش داعي. انا هجيب من هنا. ماشي يلا، هروح انا بقى عشان عندي شغل. ماشي يلا، في حفظ الله. باي. عملت كل اللي انت قلتيلي عليه بالحرف. تعالي لي هنا. سيب البنت. تعالي هنا. الله يبارك لك. سيب البنت. امشي يا بت كده. هتسمعي الكلام اللي انا بقوله بالظبط. هسمع. ماشي. هسمع. تعالي معايا بقى. طب بالراحه، ده انا شايله ابنك. طب يلا بالراحه. خش يا حلوه بالراحه، كده. الله يرضى عليكي. خش يا حلوه كده. اترزي هنا. ماشي. هتكملي اللي قلنا عليه ولا لا؟ هعمل كل اللي انت هتقولي لي عليه، بس عشان خاطري سيبيني امشي انا واختي وخلاص، مش هتشوفي وشي تاني. هتمشي انت واختك وما اشوفش وشك تاني؟ اه. ليه؟ ويبقى انا كده عملت ايه؟ طب عايزه مني ايه تاني؟ ما هو مش هو ده اللي انا قلت عليه. انا قلت زي ما دخلتي فاضيه هتخرجي منه فاضيه. هعمل ايه يعني ده ينزل قبل ما تمشي من هنا. طيب ده روح، ده ابنك، حرام عليكي. ماليش دعوه، مش عايزاه، ما يلزمنيش. عشان خاطري اتجوز من ورايا يبقى ما يلزمنيش، فاهمه ولا لا؟ وهتاخدي بعد كده اختك وتمشي، لا اسمع خبر عنك ولا تليفون منك، ولو كلمتيه تاني ولا اعرف اي حاجه عنك
مش هخلي اختك تعيش. سيبيني امشي سيبيني امشي ومش هتشوفي وشي تاني. طيب ما انت هتمشي، بس تمشي فاضيه، ما في مش هتمشي بده. فاهمه ولا لا؟ فهمتيني ولا فاهمك دلوقتي؟ دي روح، انا ما اقدرش اعمل حاجه. مش هتقدري تعملي حاجه، مش هتقدري تعملي حاجه، انا اقدر اعمل كل حاجه عشان خاطر انت مالكيش خاطر عندي، وانت من امتى ليكي خاطر عندي؟ طب عشان خاطر البيبي اللي في بطني. ماما انا مالي ومال البيبي، هو انا مالي وماله اصلا، ما يلزمنيش ده. حضرتك شايفه اللي حضرتك شايفه انا هعمله. انت هعمل كل اللي انت عايزاه. ايوه فاهمه؟ طب يبقى ده هينزل امتى دلوقتي؟ هنزله ازاي بس؟ انت عارفه انا في الشهر الكام؟ انا في السابع. حرام يعني البيبي بيكتمل. ماليش دعوه انا بالكلام الفاضي ده، في اي وقت هينزل. ماشي فاهمه؟ ماشي حاضر. سيبيني. هتحاول انت ولا حاول انا؟ هعمل اللي انت عايزه. قولي لي انا هعمل ايه واعمله علشان تاخدي اختك كده بكل سلامه وتخرجي فاضيه. عشان خاطري بس. سيبيني انا واختي، عشان خاطر البنت الصغيره دي ملهاش ذنب. طب ما انا هسيبها لك، بس تنزلي لي ده. طيب حاضر. ده انا مش عايزاه. حاضر. فاهمه ولا لا؟ حاضر. عشان تعرفي تلعبي عليه كده وتتجوزيه من غير انا ما اعرف. فاهمه ولا لا؟ انا غلطت. ايوه غلطتي، صلحي غلطك بقى مادام غلطتي. حاضر صدقيني حاضر. ماشي يا بابا ما خلاص بقى يا بابا، اتجوز شغاله، مستنيين ايه تاني بقى؟ ايوه وعارفين ان هي هتجيب بيبي وكل حاجه، بس اختي كلمتني وقالت لي انا هتصرف وهجيبه واجوزها له غصب عنها غصب عنه. ده بجد الكلام ده؟ ما انت عارف اختي لما بتقول حاجه بتمشيها، ولو ما نفذتش هخرب بيتها. طيب خلاص يا بابا ماشي اللي تشوفه. خلاص يا حبيبتي، ولا تضايقي نفسك ولا انت شوفي لو عايزه ايه هجيبهولك واعملهولك. ماشي يا بابا حبيبي، ربنا يخليك ليا. بقول لك يا ايوه يا حاج، تاخد الاتنين دول تغورهم من هنا، ما اشوفش خلقتهم تاني، بعيد في اي خرابه بعيد. حاضر يا حاجه، بس كده عينيا. واخد بالك؟ حرام عليكي، حسبي الله ونعم الوكيل. جلبتك تاني. حسبي الله ونعم الوكيل. بتحاسبني على مين؟ بتحاسبني على مين يا حاجه؟ طب انا النوبه اللي فاتت سكتلك علشان اختك، فاهمه ولا لا؟ طيب وسلامه لما يرجع تقولي له ايه؟ بس مالكيش دعوه بقى، دي شغلتها انا مش شغلتك انت. طب يا حاجه هم عملوا ايه؟ لما ترجع بقول. ماشي يا حاج. يلا طرقهم. ماشي هوديهم وراجع لحضرتك هوا. لسانك اتكلم. هغورهم بس يا حاجه، خلاص لا تجيب لنفسك بلوه، البت انت رايح في ايديكي، خليها تغور من سكات. يلا يا بت التويه يلا. حاسباني. عشان يعرف يحسني ويتجوز من ورايا. انا يتجوز خدامه من ورايا وعيلتي يبقى فيها الاشكال ديت. يا خبر اسوح، هو كان فاكر ايه؟ فاكر انه بيحطني في الامر الواقع؟ انا اتجوزها وبعد ما تبقى حامل خلاص لازم هتوافق بقى ياما بقى، ما هي حامل بقى واتجوزتها. هو فاكر ايه؟ فاكر ان امه عبيطه دي ولا ايه؟ انا مالي، ان شاء الله تكون حامل في 10 اسقطها ما تلزمنيش. اديني غورتها في داهيه، لما يجي بقى انا عارفه اقول له ايه. تعالي يا ياسمين. الله، هو مش المفروض في بقى فرد امن هنا؟ المفروض يا بابا. الله، لما راح فين وسايبين الدنيا سايبه كده على بعضيها؟ مش عارفه، ممكن راح اجيب حاجه يعني، بس يلا حد تعالي. يجيب حاجه ويسيب الباب كده مفتوح. صباح الخير يا صباح. ازيك عامله ايه؟ اتصلت كده كذا مره، عايزاني خير في ايه؟ عامله ايه يا حبيبه عمتي؟ الحمد لله. عايزاك في موضوع مهم، تعالى نقعد في الجنينه ونتكلم. اتفضلي. يلا. وحشتني يا عمتي. وانتي كمان. خش يا حبيبه عمتي، اقعد يا ناجي. ايه يا صباح خير؟ انا جبتك النهارده علشان اقول لك
سلامة قرب يجي، وخلاص اللي احنا بقى كان نفسنا فيه من زمان هيحصل، وهجوزه بنت. يعني هو مش هو خلاص اتجوز شغاله وحامل كمان؟ لا ما خلاص، ما انا سربتها وسقطت وما بقاش فيه ولا شغاله ولا فيه اي حاجه خالص، وهيجي مش هيلاقيه. طيب انا عايز الكلام ده يكون اخر مره. ما خلاص هو اخر مره خلاص، يعني انا بلم في اخطائه دلوقتي. ما هو انت مش ابنك يغلط واحنا نشيل الليله؟ لا انت مش هتشيل الليله، ما انا لميت كل حاجه خلاص. هتشيل طيب. الليله ليه؟ واذا ما حصلش يا صباح؟ لا ازاي ما يحصلش؟ خدي بالك، هيكون اخر ما بيننا في اي تعاملات، ما تقولش واعملي كده. حسابك يوه. المره الجايه في الصفقه اللي جايه والشغلانه الحلوه اللي بتحلمي بيها هشيلك منها. ما تقولش كده بقى، ما تخلينا اخوات لحد الاخر بقى. ما هو احنا اخوات، الله. بس انت وابنك اللي ما بتنفذوش. يعني ابنك يقصى اوامرنا كلنا ويروح يتجوز حته شغاله ويفضلها على بنتي انا؟ لا هو مش بيفضلها عليها ولا حاجه، بس تش عيال وخلاص. ضحكت عليه يعني؟ أمال سقيتها إيه؟ حاجه صفرا يعني؟ ما تتكلمي كلام معقول يا لا صباح. انت عارف ان البنات بيفضلوا يتدحلبوا علشان تاخد واحد غني وتضحك عليه وتاخد فلوسه وبيتجوزها من غير من ورايا اتجوزها يا نبي وانت عارف. من الاخر يا صباح انا مش هكسر نفسي بنتي. لا وانت عارفه بنتي بالنسبه لي ايه ما يرضينيش ولا ايه؟ ايوه يا بابا، وبعدين اللي هو عمله ده اصلا غير مقبول بالمره، ولازم بقى يجي يتحايل عليا كمان ما بلاش حته تتحايل عليا دي، عشان ما تنسيش برضو ان انا خاله ابن اختي، مش هتكسر ما قدامي. تكبرهاش بقى يا حبيبتي بقى، ما تكبرهاش. انت ليكي ان هو يجي لك وتقدم لك، وانت زي ما انت انا كده حاطه رجل على رجل. الله. غصب عني يا عمته، مش عارفه ابلع حته انه يروح يتجوز شغاله. معلش نزوه وعدت بقى. خلاص ننساه. ايه خلي قلبك ابيض، ولا انت ما بتحبوش؟ بتحبه. لا طبعا يا بتحبه بس اما انت عارفه كده وصلتوا كده ليه؟ هو انا وصلت لحاجه؟ هو كان بايدي بقول لك ما عملها واتجوزها. انت هتعلي صوتك عليا؟ بقول لك اتجوزها من ورايا تقول لي انت اللي عملتي وعملتي. خلاص يا بابا خلاص، عمته بصراحه ما لهاش ذنب، هي واقفه معانا يعني. انت شايفه كده؟ ايوه واقفه معانا. خلاص انا ما انت قلت كده خلاص. كل اللي عملته فيها علشان خاطركم. وعشان خاطر ياخد بنتك، وانا بحبها وانت عارف من الاول. بس يا عمته بس الموضوع ده ما يتكررش منه تاني. لا هيتكرر ازاي؟ احسن ياخد بقى على كده وانت تبوظي بينهم الموضوع، وبيروح يشوف واحده ثانيه بقى يجيب لي شغاله، ولا المره دي يجيب لي مساحه عربيات. لا شكله غير حاجات غريبه. حره بقى، مفيش الكلام ده يا حبيبتي. لا انا حذرتك وذنبك على جنبك. انت ما تحذرنيش. تحذرني من ايه بقى؟ ما خلي الكلام يبقى حلو على الصبح بقى. ايه اللي حذرتك ده؟ ما انا بفهمك عشان ما تجيش تقولي معلش. خلاص انا بقول لك البيزنس اللي بيننا مالوش دعوه. البيزنس اللي بيننا هو ده. طب مالوش دعوه. المركب مشيت الدنيا مشيت، ما مشيتش هتمشي. ما انت عارفه هتمشي ان شاء الله هتمشي. خلاص يا بابي. طب احنا هنمشي. طب براحتك. عمته عرفت اللي فيها يا بابي. يلا هي بقى براحتها. ما اعرفش كلامه ناشف ليه كده. هم انت عارفه يا صباح دي عامله سودا اللي ابنك عملها. يلا يا بنتي يلا عشان هتصدعني. وانت تعمل كده. انا متشكره بجد، شكرا. المهم بس ركزي معايا بالله عليكي، انا مش عايزك تتحركي من المكان ده ولا تشوفي الشارع ولا اي حاجه خالص. على فكره الست دي ما بتهزرش، انت تعرفي اصلا كان متفقه على ايه؟ ان انا اخدكم اخلص عليكم، مش اخدكم ارميكم بعيد، عشان دايما تحب تعمل الحاجه وما تسيبش اثر وراها ولا تسيب دليل. ربنا يبارك لك يا رب. بالله عليكم انا لا قدها ولا قد اذاها ولا عايز مشاكل. انتوا خليكم هنا ما تتحركوش وخدوا بالكم من بعض، وانا هبص عليكم من الوقت للتاني وهجيب لكم اكل وشرب واللي انتوا عايزينه كله. تسلم. انا بس كنت عايزه مكان اقعد فيه بس. الله يبارك لك. بالله عليك ما هترحمني. والله مش هتشوف وشي في الحته اللي هناك دي خالص. صدقني. ولا تتحركي من المكان ده، انت خليك وانا هجيب لك اللي انت عايزاه لحد عندك. ماشي. ماشي كتر خيرك. عشان ساعتها هتسال ولا هروح لها دلوقتي هقول ان انا خلصت. كتر خيرك كتر خيرك. يلا خدوا بالكم من نفسكم. ربنا يبارك لك يا رب استرها بقى. مش عارف اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. تعالي نقعد هنا. مش قادره من ساعه ما سقطت العيل وانا مش قادره اسند طولي. يا ريتني ما كنت
يا ريتني ما كنت اتجوزت حد غني كده. هو السبب ان انا اتجوزته، السبب ان انا المفروض كنت اخد حد من مستوايا. يا رب الحمد والشكر ليك يا رب. اهدي. ربنا يخليكي ليا، تعالي في حضني. يا حاج. انت جيت يا احمد؟ عملت ايه؟ اطمني، خلصت قار عليها الفاتحه. اوعى يا احمد تكون بتضحك عليا. عيب عليك يا حاج. لان هو سلامة لما هيجي هحلف له، وانا مش عايزه حلفاني يبقى كدب يا احمد. عيب عليك، ده انا كمان خليت التراب عمل لهم يافطه وحطها على التربه. ايوه ما ينفعش في سن الكبير دوت واجدي. لا طبعا يا حاج. وبعدين انا هحلف. هو انا اقدر اعصي اوامرك؟ ده انت بس تأمري وانا انفذ. جدع يا احمد. امال حضرتك خارجه ولا ايه؟ عندي مشوار كده. طب ما يبقى تجيبي لي حاجه حلوه بقى وانت جايه حللي بقى. من عيني. تسلم عينك. ماشي. انت عارف ان انت غالي عندي. ماشي يا ست الكل، مع السلامه. ترجعي بالسلامه. اوعى يا احمد. عيب عليك، عيب. لا مؤاخذه يا حاج، لا مؤاخذه. هاي اتفضلي اتفضلي. ماشي. يلا خدي بالك من نفسك. هاي. شوف الولية، كل اللي فرق معاها لوعة يا احمد عشان خاطر هحلف وهحلف كده، ومش فارق معاها البنات ولا فارق معاها ان هم بني ادمين وارواح الناس دي ايه؟ ده انت فعلا كبرت وخرفتي. الحاج صباح جت. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا زيكو؟ اهلا يا حاج، عامله ايه؟ ازيك يا اخويا؟ عامله ايه؟ عاملين ايه؟ تمام بخير، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. دايما يا رب. بقول لك جيت اقول لك بقى اكلم الناس الكبار ينفذوا العمليه الجديده ونبقى شركاء انا واخويا زي ما احنا. ده اللي هو ازاي يعني؟ ايه اللي انت ازاي؟ مش كنت بتقول ان خلاص يا عم- الصفقه الجايه دي بتاعتك يا انت؟ عم الحاج الله يكرمك. لا. دي كانت خلافات عائليه وخلصت، راحت لحالها. أيوة. انت بس تبلغ الناس اللي فوق ان الموضوع مش زي ما هو. يعني خلاص كده؟ ايوه خلاص. ما عادش فيها مشاكل عشان ما نخسرش شغلنا كل مره؟ ما فيش يا ابني مشاكل خلاص. اكلم الناس. كانت وزة شيطان وراح لحاله. اكلم الناس وخلاص على كده؟ ايوه اتكلم. ايوه اتفضل. يا ريت. يا ريت ما يحصلش مشاكل تاني ما بينكم. لا مش هيحصل ان شاء الله خير. خلاص انا هروح اكلم الناس. ايوه. واظبط لكم كل حاجه. ايوه. وانتوا عليكم الباقي بقى. احنا عارفين احنا هنعمل ايه. انت تبلغ بس. خلاص ماشي. مع السلامه. سلام. يلا على تنفيذ العمليه على طول. سمع، حتى المساعد بتاعنا بينبه مش عايزين مشاكل، وانا مش عايز مشاكل تاني. وانت رحت استربعت وتقول له هتعملها لوحدك ليه؟ ما انت ضايقتيني وخنقتيني. حتى لو ضايقتك من امتى بتمسك شغل لوحدك انت؟ يا سلام. ايه الطمع مسكك على كبر ولا لا ايه؟ انت اللي طمعتي. انت هتنسي نفسك ولا ايه يا صباح؟ انا طمعت في ايه؟ الله. وانا اشتغلت من وراك. ما علينا. خلاص عايز مني حاجه؟ لا توكلي على الله. يا ساتر. اجي اوصلك؟ لا عارفه السكه، زي ما جيت لوحدي هرجع لوحدي. ايوه يا بنتي. لا طبعا لا، سلام اصلا هيموت عليا كده عشان خاطر اوافق عليه. بكره تشوفي بنفسك، بكره يجي ويطلبني من بابا ويقعد يتحايل عليا كده بس عشان خاطر اوافق. بقولك ايه، كفايه بقى رغي. هو انت ايه ما بتفصليش؟ بقالك ساعه عماله بترغي معايا في نفس الموضوع. وتيجي بكره تشوفي بنفسك وخلاص. يلا بقى سلام دلوقتي عشان انا مش فاضيه الكلام ده. ماشي يا سليمه بقى كده، بسمع كلام من اللي يسوى واللي ما يسواش. ماشي، كل حاجه لها اخر. ايوه يا حاج، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا احمد. بقول لك ايه يا حاج؟ اللي انا عرفته ان السلامه جايه النهارده، واخد بالك؟ كويس، يوصل بالسلامه يا حاج. قال يعني هو حب يفاجئني. وبيحسب ان انا مش هعرف. لكن على مين؟ انا عرفت ان هو جاي، جات لي اخباريه ان هو جاي. طب يوصل بالسلامه. هو يفاجئني وانا هفاجئه برضه. طب كويس. اوعى تنسى اللي احنا اتفقنا عليه. لا طبعا انسى. ايه ما اقدرش. البت جالها ايه؟
صدمة قلبية او ازمة قلبية. ايوه سكتة قلبية اسمها. تمام. واخد بالك؟ وديناها على المستشفى توفت في ساعتها. تمام. قمنا بالواجب ودفعناه. هيجي يسأل على البت الصغيرة، هقول له ايه؟ أيوة. البت تعبت، البت جالها حالة نفسية وزعلت على اختها، وديتها مصح. طب ولو هيقول لك فين المصحة دي يا حاج هتعملي ايه؟ هعمل ايه؟ ما انا عامله حسابي على كل حاجه، وانا عبيطه ولا ايه؟ انا عارفه واحد في المصحه واتفقت وياه ان هو لو كلمه هيقول له برضو ايه، اتوفت او ماشي. الله ينور عليك يا حاج، ده انت مش سهله خالص وبسم لا. الله ما شاء الله بتخلص كل حاجه وقت. مظبطه كل حاجه، الفلوس اللي بتتكلم. ماشي يا حاج. ماشي خلاص خلاص حاضر. اوعى تنسى حاجه. لا انسى ايه؟ ما اقدرش. كلمه تقع كده هتودينا في داهيه. لا ما تقلقيش. خلاص حاضر. عشان اظبط كل حاجه وانت اتفضلي يا حاج. اوعى تنسى. لا ولا عايز يعمل لي مفاجاه. انسى ايه؟ اوقع بكلمه ايه؟ على اللي انت بتقوليه ده انت مش سهله، ده انت عرفت ابنك جاي من غير ما يقول لحد وهو عاملها مفاجاه. عايزان انا بقى اللي اروح اتكلم؟ وبعدين ما انا لو اتكلمت الحوار بينها وبين ابنها عمرهم ما هيقعوا في بعض يعني ولا هيخسروا بعض، وكل الحكايه في الاخر هتيجي فوق دماغي وانا اللي هشيل كل حاجه الغلبان. لا يا عم انا ماليش دعوه، ده الله الغني ربنا يبعدنا عن شر الست دي. ده ايه الافتراء اللي هي فيه ده؟ وكل حاجه بتعملها وقت كده وبالتليفون. ما الفلوس مقويه قلبها. يا ابراهيم بيه صباح الفل. ايه يا فندم، هو ما عليك زعلان ليه كده ومتضايق ومتأثر؟ كل حاجة ماشية زي ما هي والصفقة زي ما هي هتمشي، مفيش أي مشاكل. لا دي الصفقة دي مهمة جدا جدا بالنسبة لنا، ده أنا حاطط فيها شقة عمري كله، ما ينفعش نقصر. كله تمام يا فندم ما تقلقش يا باشا، بقول لسيادتك ما تقلقش، كل مأمن نفسي. لا ما تخافش من أي حاجة خالص. تمام يا باشا، في انتظار معاليك يا باشا، مع السلامة. ايوه شكرا. استاذ سلامة محمد باشا، الحمد لله على السلامة يا باشا. الحمد لله على السلامة. انت يا راجل اخبارك ايه؟ وحشتني والله يا ضياء. وانت كمان نورت الدنيا كلها. طب كنت قلت كنا جينا قابلنا حضرتك. انت عارفني بقى بحب المفاجآت، انا محدش يتوقعني، ما ينفعش حد يعرف خط سيري. طبعا طول عمرك بتاع الحاجات دي يا استاذ سلامة، والله نورت وبتعمل حس للفيلا وبتعمل روح كده حلوة. متحمس بقى ان انا اشوف امي واشوف كمان ندى مراتي هتعمل ايه لما تتفاجئ مفاجأة زي دي، وفجأة تلاقيني داخل عليها مع اني لسه مكلمهم اصلا الصبح. تخيل كلمتهم وانا داخل المطار وما يعرفوش. يعني كمان ما قلت لهم؟ لا بتاع حركات انت. مفاجأة؟ المفاجأة هعمل لي نصح قوي، ما الحاجة عارفة كل حاجة. والندى ده سأل على ندى، ربنا يستر بقى من الكام ساعة اللي جايين دول واللي هيحصل فيهم. ماما اهلا عامله ايه يا ست الكل؟ اهلا حبيبي اهلا. ايه رايك بقى في المفاجأة دي؟ مفاجأة طبعا انت كنت فاكرة ان انا جاي الاسبوع الجاي. لا كنت حاسة انك جاي النهارده، احساس الام بقى. نفسي اشوف بقى المفاجأة دي هتبقى عاملة ازاي على وشنا ده. على فكرة الشنطة دي نصها هدية انا ولا اختها. انتوا مش بتتعاملون مع بعض ولا ايه؟ على فكرة قسما بالله يا امي انا لسه مكلمها قبل ما اجي، فهتقولي لي بقى زعلتني مش عارف ايه. تشكر فيكي جدا. لا يا حبيبي، بلاش شغل الحموات ده. لا يا حبيبي ما زعلتنيش ولا حاجة، ولا كانت بتزعلني، دي كانت طيبة اطيب خلق الله. زعلت عليها قوي. زعلت على مين؟ على ندى. زعلت عليها ليه يعني؟ راحت بقى للي خلقها. معلش بس كده بالراحة يا أم عشان أفهم، هي مين اللي راح؟ ندى يا حبيبي. ندى مين اللي راح؟ كان بدري عليها. يا أم اصبري، بدري ولا أنا مش فاهم حاجة.
بقول لك انا لسه مكلمها قبل ما اجي، انا كلمتها وانا قبل ما اطلع الطياره. بعد مكالمتك على طول. ايوه يعني ده اللي هو ازاي برضو مش فاهم. السكتة القلبية بتيجي فجأة كده. سكتة قلبية؟ يا حبيبي. انت بتهزري صح؟ عاملين بقى مقلب وهتطلع دلوقتي وتقولي لي خضناك. انا بس هتهزري معايا ليه؟ انت ما تعرفيش ان انا جاي اصلا. لا ما اعرفش انك جاي، وبعدين ههزر في حاجة زي كده برضو؟ يعني انا هبشر عليها وهي موجودة يعني؟ لا اكيد لا يا امي، اكيد لا، اكيد مش لا. مصدق. مش اجيب مصدق. لك يا احمد. احمد مين؟ يا واد يا احمد. ايه دي يا امي؟ ربنا يستر. ايوه يا حاجه، ايوه. خد يا احمد. ايوه يا حاج، ايوه يا استاذ سلامه. سلامة مش مصدقني يا ابني. مش مصدق يا حاجه، بس في ايه؟ احمد، امي بتقول ان ندى توفت. انتوا عاملين كلكم مقلب، ما انت لسه يا مني وبتضحك. الله يرحمها يا استاذ سلامه، فعلا اتوفت. بس والله صدقنا الحاجه ما اثرت في اي شيء، ودتها احسن مستشفى وكانت توصى عليها، بس للاسف نصيبه بيحضر، مش محتاجه كلام يعني. لا واصل ليه؟ ما هي مرات ابني وحبيبتي. شد حيلك يا استاذ سلامه، وان شاء الله فتره وتعدي، البقاء لله. في النهايه وحالتها عامله ايه دلوقتي؟ هي قالت لها حالة نفسية يا ابني، وبقت تصرخ وبعد كده وديتها المصحة. مش عايزه تقول لك الصدمه يا استاذ سلامه، والنهايه برضه بقول لك انها هربت من المصحه. والله انا هستأذن انا يا حاج. هتعوزوا حاجه؟ لا خلاص، على البوابه لو في حاجه نادي عليا. خلاص اما عاوزك ابقى عند اهلك. يعني ايه يا امي؟ يعني ندى خلاص؟ ده انا جاي بقول لك جايب لها نص الشنطه هدايا ليها واختها. ده انا اتحديتك يا امي وزعلتك مني. انا عملت كل حاجه في حياتي عشان اتجوزها. ده انا جاي النهارده مخصوص ومش قايل لها ان انا جاي عشان افاجئها، فتفاجئني هي وتبقى راحت. كانت هتفرح قوي 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 يا ابني. تفرح؟ طب ابني اللي في بطنها ما خلاص راح معاها يا ابني. راح قبل ما اشوفه. نصيبك بقى وقدرك كده، كل واحد بياخد نصيب. لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. خلاص يا امي انت مالكيش ذنب. انا مؤمن وموحد وعارف ان الاقدار اذا جت لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون يا امي. الله يرحمها. مش بايدينا يا ابني، الله يرحمها. مش بايدينا. انا بس صعبان عليا انها تروح بالسرعة دي قبل ما نشبع من بعض. صعبان عليا بجد يا امي. انا زعلت عليها كتير قوي قوي، دي كانت طيبة قوي يا ابني. عرفتي؟ صدقتيني ان انا اختياري كان صح من البداية؟ ايوه صدقتك. كنت معرضاني يا امي وتأكدت بقى انها كانت طيبة. معلش، ما هو الواحد ما بيعرفش التاني لما يعاشره يا حبيبي، معلش. بس خلاص يا امي، خلاص تقريبا كده مكتوب عليا ان انا اكمل وحيد. بعد الشر عليك من الوحدة يا حبيبي. ربنا يصبرك ويصبرنا. احسن. ازيك يا بابا؟ ازيك يا ياسمين، عامله ايه؟ كويسه. بقول لك ايه، دلوقتي عمتك عملت خطه وخلصتنا من الشيطان اللي كان موجود في البيت، اللي هي البت الشغاله اللي كانت عندهم دي. بجد؟ فانت مطلوب منك حاجه واحده بسيطه دلوقتي. ايه؟ تاخدي بعضك وتروحي لسلامه تعزيه، تسلمي عليه وتطمني عليه كده، وعمتك بقى تفتح الموضوع وتتكلم فيه وتخلص في الموضوع كله. اعزيه؟ هي ماتت؟ ماتت. ما خلصت، بقول لك عمتك دخلت في حاجه، خلاص الموضوع انتهى. ماشي ماشي يا بابا. تمام؟ انت شايف. يلا شوفي هتعملي ايه، تلبسي ولا تغيري واتكلي على الله. ولا لابسه ولا مغيره زي ما انا. ما تفردي بوزك بقى كده عشان الراجل برضه ما يبقاش شايف الدنيا سواد من كل ناحيه. حلو كده؟ كويس.
عمته يا عمته. تعالي يا حبيبة عمتك. ازيك يا عمته؟ الله يسلمك. عرفتي ان سلامة جاء؟ عرفت. بابا قال لي اجيلك وانت هتقولي لي هنعمل ايه. ايه بقى؟ ده هو عارف بقى ان هي اتكلت على الله وقاعد حزين بقى وزعلان، واخده بالك؟ ودي فرصتك بقى دلوقتي تخش بقى الحمد لله على السلامة وازيك وعامل ايه والبقاء لله والكلام ده، وتنسيه شوية وبعد كده افتحه في الجواز. ايه رأيك؟ ماشي يا عمتي. انت شايفه كده؟ شايفه الوقت مناسب؟ ايوه مناسب. حلوتها في حموتها كده، واخده بالك؟ ماشي، وجهة نظر برضو. ايوه. وبعدين انت لازم تنسيه دلوقتي، يعني دي فرصتك. حاضر ماشي. هو فين بقى ماما؟ هنخش له الاوضه قاعد حزين يقول كانت وحشاني وكانت تبقى فرحانه لما يجي، فخلاص فرحانه. خلاص يلا كلمتين منك حلوين كده ينسوه. ماشي يلا شاطر. تعالي تعالي حبيبتي تعالي. انت خالك جايه تعزيك. يا سلام ياسمين. بقاء لله سلامة. ونعم بالله ياسمين. شد حيلك كده معلش، ما حدش دايم يعني، ما دايم الا وجه الله. شد حيلك. هتقعد يا ابني حزين كده وزعلان ليه؟ ده قدرنا ونصيبنا، كل واحد بياخد نصيبه. بس الفراق صعب يا امي. معلش كلنا لها يا ابني. الله يرحمها. بس انا مبسوط برضو. مبسوط ان الحمد لله ما كانش فيه خلافات لا بينك ولا بينها ولا بيننا. لا 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 خالص، ما كانش في خلافات خالص. دي كانت بلسم. كلمتها وسألتها فعلا وقالت لي ان انت بتعمليها احسن معاملة يا ام. يعني كلمتها قبل ما تيجي يا ابني؟ يا ام، عشان كده انا مبسوط انها لما راحت ما كانش فيه اي غضب بينكم، يعني عشان ما كنتش احس ان انت زي مقصرة. عمته ولا في حنة قلب عمته. يا سلامة. كانت طيبة بنت حلال. بس خلاص بقى هنعمل ايه؟ القدر والنصيب. مش هتقعد انت بقى تحط ايدك على خدك وتفضل زعلان طول العمر. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها ويغفر لها ويرحمنا كلنا، اللهم امين. انت لازم برضو تشوف نفسك يا ابني يا حبيبي كده. انت شد حيلك كده وان شاء الله ربنا يجعلها اخر الاحزان. يا سلام. تشوف نفسك عشان تشوف شغلك وتفك شوية كده. فكي بس يا امي، فكي بس. بقول لك مرات بنت خالك بيجي لها عرسان كتير وترفضهم، وعماله تقول لي كل يوم عريس وبرفضه. ياسمين. وده كله عشان خاطرك يا ابني يا حبيبي. ياسمين مستنياني حتى بعد ما اتجوزت؟ مستنياك. تقول انا مش هقدر اتجوز غيره ولا هقدر احب غيره. ايه رأيك انت؟ بصي يا امي، انا مش هظلم مرتين. انا رحت للي انا شاريها وبحبها وعصيتك، وانا عارف ان انت ساعتها كنت زعلانه. بس بصراحه يا امي انت رضيتي وقلت لي هاتها وتعيش معانا، وجبتها وسبتها امانه عندك وسافرت. وطول ما انا في السفر كانت بتقولي ان انت بتعامليها احسن معامله ومهتميه بيها. ما كان لازم ارضى عشان خاطرك. فكون ان هي توفت الله يرحمها انت مالكيش ذنب في حاجه. لا خالص. المره دي انا هسمع كلامك، بس ادوني بس شويه وقت، لان انا مش هقدر انساها بسهوله، ومش عايز ابقى بظلم ياسمين وبتجوزها وخلاص. لا انت مش هتظلمها ولا حاجه، وهو برضو الجواز هينسيك برضو، يعني اول ما تتجوز كده هيبقى احسن برضو. يا عمته ما كانش وقته الكلام ده. لا وقته. يعني هو مضغوط لوحده يعني. لا 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 برضه ما يقعد ويتكلم معاكي كده هتنسيه شويه، مش يفضل قاعد حزين كده، عشان يشوف شغله برضه. يا عمته ما تتغفلش عليه. بس يا امي من الصدمه اللي انا فيها دي، واوعدك ان انا هسمع كلامك وهنفذ اللي انت طالباه مني. انا اتمنى انك تسمع كلامي يا ابني. حاضر يا ام. مش هيبقى مرتين ما تسمعش كلام. لا يا ام،
أيوة. مش هعصيكي بقى خلاص. أيوة. كفايه ان انت رضيت عشان خاطري. هو بس يومين بس افوق بس من اللي انا فيه ده. أيوة. صدقيني يومين بس يعني. ربنا يصبرك يا ابني يا حبيبي، ربنا يقويك على اللي انت فيه. بعد اذنكم. طيب برضه تتكلمي، شفتي قالك يومين بس. ايوه يومين بس. مبسوطة طبعا. شفتي بقى عمتك بتحبك ازاي؟ الخطه نجحت. ايوه بحبك قد ايه؟ قد كده. ايوه عارفه يا عمتي، وانا كمان انت عارفه انا بحبك قد كده. ايوه وانت كل يوم تجيله بقى علشان تفضلي تزني وتتكلمي معاه. ده انت كل يوم هتلاقيني فوق دماغك الصبح. ايوه من الصبح كده هتلاقيني بخبط. تعالي عشان تنسيه. واخده بالك؟ واخده ما بالي. هي واحده هي اللي بتنسي التاني. واخده بالي. واخده قوي. طيب اقوم اعمل لك بقى قهوه واعمل لي قهوه. ماشي. الساكت عن الحق شيطان أخرس. استغفر الله العظيم يا رب. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود، عامل ايه؟ انا بخير الحمد لله. بقول لحضرتك معلش كنت عايز اسألك كام سؤال كده. هو لو انا دلوقتي شفت حاجة غلط بعينيا وسكت عنها، ايه يبقى انا كده اعتبر مشارك في الجريمة او في الحاجة اللي حصلت دي؟ استغفر الله العظيم يا رب. تمام يا شيخ، ماشي شكرا، مع السلامة. لا انا ايه اللي انا بعمله في نفسي ده؟ استاذ سلامة انت جيت في وقتك. صح. بقول لك انا عايز عنوان المصحه اللي هي راحتها، عشان هروح اشوفها ازاي هي اللي بتراجع الكاميرات. انا لازم ارجعها، دي هتبقى الذكرى اللي باقيه لي من ندى يا احمد. وهي مش في مصحة ولا هربت، في حاجات كتير حضرتك لازم تعرفها. حاجات؟ ايوه بس ممكن نتكلم بعيد عن هنا عشان محدش بس يجي فجأة. تعالى يا احمد. حاجات ايه؟ بص يا استاذ سلامة، عايز اسألك سؤال. هو لو حضرتك دلوقتي قبل ما تسافر ليه جبت مراتك تعيش هنا برغم ان امك ما كانتش طايقاها؟ احمد امي ست كبيره، وبعدين انا ما عملتش كده عشان خاطر امي وبس، انا عملت كده عشان اصلا ندى فضلت تلح عليا، قالت لي انها عايزه تصلح علاقتها بعيلتي، وانها عايزه تبقى وسطيهم، وانها هتقدر باسلوبها وبطريقتها تكسبهم وتكسب احترامهم. وانا عشان ما بقاش كسرت بخاطرها، وكمان عشان ما تحسش انها ملهاش اهل وعزوه، جبتها الفيلا واتفقت مع ماما، وماما وعدتني وقالت انها هتشيلها في عينيها. وانا قبل ما اسافر فعلا علاقتهم كانت حلوه، وكنت بتصل بندى على فكره، وعلاقتهم كانوا مع بعض بس يا احمد، فما فيش خلافات ولا حاجه. قول لي انت بقى ايه الموضوع المهم؟ وبالله عليك يا احمد ما يبقى عندك اي حاجه تصدمنا، عشان انا قلبي واكلني جدا على ابني اللي راح. اسمعني بس يا استاذ سلامة، سؤال تاني معلش. لو حضرتك دلوقتي اكتشفت ان امك عملت حاجة في مراتك، هتقف مع امك ولا مراتك ولا مع الحق ولا هتعمل ايه؟ كده هقف مع الحق يا احمد، بس الله يرحمها بقى. انت قصدك لو عملت حاجه يعني انت جاي تحكي لي مواقف قديمه، فهعاقب امي برضه. تصدق بقى ان مراتي توفت، بس لو اكتشفت انها كانت مزعلاها في الفتره الاخيره هزعل بجد. بص فعلا ممكن اقاطع امي، بس هي بقى دلوقتي في دار الحق، والله يرحمها. وطالما هي ما قالتليش يبقى اكيد حتى لو امي ضايقتها هي سامحتها. طب انا هقول لك بقى على حاجة، واللي يحصل يحصل، عشان انا ضميري مأنبني وكنت شايف الغلط بعينيا وساكت عليه. المدام ندى ما توفتش ولا هي. مدام ندى ما توفتش ازاي؟ انت بنفسك قايل ان جات لها سكتة قلبيه. الحاجة اللي كان مهدداني ان انا اقول كده ومظبطة ومتفقة معايا، بس انت اديتيني رقم مستشفى واتصلت واتاكدت ان فعلا. الحاجة اللي دفع فلوس عشان لما تسأل المستشفى هي اللي كانت فيها وتأكد لك، الناس ترد عليك فعلا وظبطت مع المستشفى ودفعت لها فلوس عشان يقولوا لك كده.
المصحة نفس النظام، دفع فلوس برضه عشان خاطر لو رحت سألت يقول لك فعلا البنت كانت هنا وهربت. وهي فين دلوقتي بقى المفروض؟ هي في الحفظ والصول ما تقلقش. يعني بس انا مراتي عايشه؟ عايشه أختها هي هي؟ واختها هي، والحاجه اللي عملت كل ده وسقطت، اللي هي الحاجه كمان اللي مسقطه اللي في بطنها. مسقطه؟ هي يعني ابني مش عايش؟ مش عايز، بس عشان الحاجه فضلت تضرب فيها وسقطتها، وبعد كده كان متفق معايا ان انا اخدها في اي مكان واخلص عليهم الاتنين. انت بتقول ايه؟ امي هتعمل كله ده؟ ايوه والله العظيم، بس انا بصراحه بقى ما قدرتش، ده بني ادمين وارواح، وقلت ان هم ملهمش حد فعلا، صعبوا عليا، خدتهم قعدتهم في مكان كده اوضه يعني على القد. فالمهم وفهمت الحاجه ان انا خلاص خلصت عليهم، وهي اللي كان مظبطه وعامله كل حاجه، بس انا والله العظيم ما قدرت اسكت اكتر من كده، عشان حسيت ان في حمل تقيل فوق كتافي، وشاف حضرتك والعذاب اللي فيه. انت مصاب؟ انت بتقول ايه؟ ايوه، وحضرتك هتيجي معايا دلوقتي وهاخدك للاستاذه ندى واختها، وانا بتابعهم من الوقت للتاني، وكنت باخد لهم اكل وشرب وحاجات عشان ما يطلعوش الشارع، عشان ما حدش يشوفهم ويقول للحاجه واتاذى انا وهم، عشان امك اللي بيقف قصادها ما بترحموش. واقول لك على حاجه كمان، امك وعمك شغالين سكك شمال. عمي ولا الحاج ناجي؟ خالك الحاج ناجي شغالين في سكك شمال، وانا اسف يعني في حاجات مش كويسه، ممنوعات، وكمان اللي داير لهم الدنيا وبيخلص لهم الدنيا واد اسمه زياد، هو راس الافعى بتاع اللي بيخلص كل حاجه. انا مش قادر استوعب كميه المعلومات اللي انت عمال تقولها لي دلوقتي، بس حاجه واحده بس وقفت الدنيا قدامي وما بقتش شايف غيرها. مراتي لازم اشوفها دلوقتي. انت بتقول ان انت ما تقلقش، هتيجي معايا واوريها لك، بس قاعد بتتكلم. يلا بس بالله ليك الامان وهحميك وما تقلقش من اي حاجه. انا مش قد الحاجه، تعالى بس دلوقتي اللي بيقف في سكتها ما بترحموش. السلام ندى. سلامة هيا قومي هيا. اقول لحضرتك ايه، هستأذن انا عشان بابا، عشان الحاج ما تشكش في حاجه. سلامة، كويس انك جيت. انتوا بخير؟ الحمد لله. انتوا عايشين وكويسين صح؟ الحمد لله احنا بخير. سلامة، انا عايزه اقول لك على حاجه. البيبي احمد حكى لي وقال لي ان امي عملت فيكي كده وظلمتك، حكى على ان انا وديتك ليها بايدي يا ندى. لا انت مالكش ذنب في حاجه، مالكش ذنب في حاجه خالص. انا زعلت على النونة، زعلت عليها عشان انت كنت عايز، كان نفسك يبقى عندك طفل اكيد. انا ما كنتش مش قادره. سلامة، انا اتبهدلت. بس انا عايز اسالك سؤال، ليه كل ما اكلمك كنت بتقولي ان انت تمام وبتقولي ان امي بتعاملك كويس وما بتقوليليش؟ ليه يا ندى ليه؟ كنت هسيب الدنيا كلها واجيلك. عشان خاطر هي واختي، ملهاش غيري في الدنيا. طنط صباح كانت عايزه ترميها في البسين، وكانت ماسكاها قدام عيني وما كنتش قادره اتكلم، لو كنت قلت حرف بس غلط كانت رميتها وما لحقتهاش. وانا للدرجه دي عايش وسط ديابه؟ امي تحرمني من اغلى حاجه مستنيها؟ كل ده ليه؟ عشان اخترتك يعني وسبت ياسمين؟ الموضوع يتحول لانتقام بالدرجه دي؟ سلامة، انا مش عايزه مامتك تعرف مكاني، لو عرفت مكاني بالله عليك هتاخد اختي مني، ملهاش حد في الدنيا غيري. ابوس ايدك ابوس ايدك. كفايه بقى، انا مش ضعيف، انا كنت طيب وكنت صابر علشان ما اخسرهاش، بس وقت الحق انا ما بشوفش حد، وانت كده مسؤوله مني واتظلمتي وانت معايا. لا اختي هتضيع مني، لا اختك ولا انت ولا اي حد هيضيع طول ما هو في حمايتي بعد ربنا. مش عايزك تبقي قلقانه، انا جيت وفقت وعرفت اللي كان بيحصل، واحمد حكى لي على كل حاجه، ولو الطيبه مش نافعه معاهم يبقى يشوفوا بقى الوش اللي هم يستاهلوه، ويعرفوا ان حقي هعرف اخده، وان اللي مني مش هيتاذي طول ما انا على وش الدنيا. انت غلطت ان انت ما قلتليش، بس كان معاكي حق عشان بيهددوكوا باختك، بس دلوقتي وبعد ما الحياه اتكشفت كل واحد لازم ياخد جزاته، وكله بما يرضي الله وزي ما قال ربنا، ولا هنظلم
ولا هنقبل نبقى مظلومين. تعالوا معايا وما تقلقوش. بلاش يا سلام. تعالي معايا قلتلك. خليني هنا. طيب خايفة عليها. طب نحطها في مكان لو أمان. خايفة عليها يبقى مش واثقة فيا، ولو مش هتيجي يبقى مش قادرة. لا واثقة فيك طبعا. صدقيني. اتفضل يا زياد. خير؟ قلت ان انت عايزني. طبعا عايزك. بص يا زياد، انت يمكن اللي انت فاكره عني ان انا ماليش دعوة ولكن على جنب وبعيد عن المشاكل وبعيد كمان عن السكك دي كلها. السكك ايه برضه؟ مش فاهم. ده انا قلت انت لماح، وقلت ان انا من قبل ما اتكلم انت هتترجم. لا انا لازم اعرف كل حاجة، وانت جايبني هنا ليه؟ طب بص يا زيزو، انا عارف ان امي وخالي ناجي شغالين في ايه بالظبط، وعارف البضاعة وعارف السكك كلها. اقول لك على حاجة، انا كل ده من بدري قوي 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 متابعه ومعجب جدا بيك على فكرة. يعني انت عارف كل حاجة. ويا ترى بقى مين اللي حكي لك؟ مدام صباح ولا خالك؟ بص يا زياد، انت عارف ان الناس الكبيرة دايما بيبقى خايفة على الشباب، اكيد مش عايزين يدخلوني في الصورة، فطول الوقت كانوا هم دايما يعني بعدينك عن الموضوع. الله ينور عليك، وده اللي هم مفهمينهولك. بس الجديد بقى ان انا مش هينفع اسيب امي وخالي يديروا هم الليلة، وبعدين هو راحوا ولا جه في الاخر اصلا حاجة حاجتي. صح. انا وياسمين هتدخل برضو معايا، ومن هنا ورايح التعامل هيبقى مع الشباب. انت عارف ان الشباب فيهم حيوية. يعني خلاص كده الحاج صباح والحاج ناجي بعيد عن الموضوع. بالظبط، بس عشان قلبهم بقى الرؤيف انا ما رضيتش ادخل لهم عشان ما يقعدوش يقولوا لا خليك انت على جنب. فجيت لك انت بقى عشان تنسيني ونبقى مع بعض كده ايه، خطوه بخطوه وايدينا في ايدين بعض عشان ما نتسوحش. انت عارف العيون بيبقى مركزه جدا في الصنف اليومين دول. في الصنف؟ لا ده واضح كده ان انت عارف كل حاجه. زياد، احنا مش هنقعد طول الوقت بنخسر وبس، وبعدين احنا عايزين نكبر. هو مين قالك ان فيها خساره؟ بالعكس انا طول ما انا معاهم والناس اللي معانا موجوده عمرها ما كانت فيها خساره. لا انت فاهم غلط حبيبي، انتوا بتبيعوا باسعار اصلا غير مناسبه. انا عندي خطط هتودينا في حته تانية. انا بس مش محتاج منك غير حاجه، شويه معلومات ناقصاني، ومش هينفع اخدهم من امي او خالي لان هم زي ما قلت لك هيعملوا ان هم خايفين وكده. فخليني ابقى معاك، واكيد انت عارف يعني انا مش هبقى داخل في موضوع زي ده وحوارات كتير زي كده وقاصد اضرهم، يعني ده في الاخر مالي. اذا كده بقى فانت لازم تعرف كل حاجه. بالظبط. قول لي بقى، انتوا اخر صفقه داخلينها امتى؟ لا ده احنا داخلين في صفقه كبيره قوي بجد؟ دافعين فيها كل فلوسنا. فعلا؟ فعلا. طب كنت حابب بس افهم يعني اسماء التجار والحاجات دي، ببعتها لي برضو. هبقى ابعتها لك. لكن التسليم خدتها من على لساني النهارده، وبصراحه كده انا كنت حاطط ايدي في قلبي وبقول انا كنت خايف بصراحه من الموضوع ده، لان صفقه كبيره زي كده لو خسرت كلنا هنقع في الارض. معاك حق، ما ينفعش فعلا نخسرها. وانت دماغك حلوه، وطول عمرك كنت بسمع عنك ان انت مسافر بره ودنيتك حلوه وتفكيرك كويس. ده كان تمويه بس. لكن في الاصل اكيد هطلع زي عيلتي يعني. انا مش هشرد عنهم، لازم ابقى شبههم. بما انك بقى لازم تكون انا شبههم، مش محتاج منك غير بس انك انت تديني بقى كل التفاصيل والمعلومات علشان ابقى انا معاك خطوه بخطوه. كله ده انا هبعته لك، لكن اللي لازم تعرفه ان النهارده في تسليمه كبيره اللي هم دافعين فيها كل فلوسهم. بجد. طالب بقى انا منك حاجه اخيره لو سمحت. اتفضل. انا مش عايزك ترن دلوقتي على امي او خالي عشان ما يقلقوش ويتوتروا. بس هم لازم يعرفوا حاجه زي كده حبيبي. انا لازم ادير من ورا الستاره. قلت لك عشان ما يقلقوش برضه. تمام؟ بما انك هتدير ورا الستاره وخليني كمان ابقى امن لك الدنيا اكتر، وابقى اعرفك تتحرك منين وازاي. اتفقنا؟ احنا مع بعض. والتعليمات هتاخدها مني الفتره الجايه. يبقى خلصت. ماشي يا زياد، انا سعيد جدا بمقابلتك، نورتني. وانا هبعت لك كل حاجه حالا هتكون عندك. اهبل قوي زياد، بس كويس انه اشترى. ربنا يستر بقى، والحمد لله انا كده ريحت ضميري، بس اللي جاي ده انا خايف منه قوي. يا رب. بص السلامة. خير يا احمد؟ اطمنت على الاستاذة ندى وكله تمام؟
شكرا اللي انت قلته لي. ان تاتي متاخرا خير من ان لا تاتي يعني. بس انا الحمد لله كده ريحت ضميري، بس انا في حاجه خايف يا استاذ سلامه. بص يا احمد، لو خايف ان انت تروح في الرجلين او تتاذي فانا بطمنك يا ابني، انت في امان وانا مش هاذيك ومش هاجي عليك في اي حاجه، لان انت كويس وطيب وعمرك ما بتاذي حد. بس الحاجه اللي مش سهله يا استاذ سلام، مش هيلحقوا يعملوا حاجه. انت خاف فعلا، بس من حاجه تانية، حسابك عند ربنا يا رب. شوف هتقول له ايه، لانك شفت حاجات كتير جدا ومصايب وكنت ساكت. اي نعم انت قلت، بس الله اعلم في ايه تاني يا احمد كان ممكن تلحقه ما لحقتوش في حياتك. يا رب سامحني، رب اغفر لي يا رب على اللي عملته. تمام كده. الصفقة هتمشي والواد هيتجوز البيت. قالت لك على الدنيا هتمشي وتبقى زي الفل ان شاء الله. تمام باذن الله، ربنا يجيب العوض سليمه كده وتعدي على خير. ايوه امال ايه؟ احسن انا بيني وبينك قلبي مقبوض، اول مره تحصل. مش قالت لك ان هو خلاص وافق على الجواز؟ قالت وقال لي بس فرصه، بس يوم ولا قلت لي مشغول بحاجه بس اهم بس حاجه الصفقه ملهاش حل. 100 هتمشي تعدي على خير بس ان شاء الله. تعدي على خير. متجمعين يا اهلا عامل ايه يا حاج؟ ازيك يا سولو؟ الحمد لله حبيبي، انت عامل ايه؟ انا الحمد لله. ما دام انت كويس ابقى انا شكله جاي مستعجل عايز يتمم الفرح بتاعه. ده انت حتى ما قلتليش البقاء لله في مراتك. معلش بقى، انت عارف لهو الدنيا بقى ومشاغل الدنيا، معلش البقاء لله. تعيش وتفتكر يا حبيبي، وبعدين ما ربنا عوضك باحسن منها يا عم. مصدق. بص بقى يا خالي، انا علاقتك باختك اللي هي امي بالنسبه لي كنت شايفها علاقه مثاليه استثنائيه من ساعه ما اتولدت وانتوا ايد واحده. ايديكوا في ايد بعض بشكل غريب. ايه رايك؟ لدرجه ان انتوا عشان العلاقه دي تكمل قريتوا فتحتي على ياسمين من غير حتى ما تاخدوا رايي. من واحنا صغيرين اتفقتوا ان احنا لبعض كده لمجرد بس. طب كده غلطنا يعني ولا ايه؟ لا ما غلطتوش. طيب انا عايز مصلحتك. كنت مبسوط قوي بالعلاقه الحمد دي. لله. كنت مستغرب بصراحه وبقول ايه العلاقه الجميله دي، ايه العيله المشرفه دي. اخوات ما انا قلت القريب احسن من الغريب يا ابني. سبحان الله. للاسف مش دايما القريب احسن من الغريب، الجمله دي ما طلعتش صح بالمره. الله. المهم بقى يا خالي ما اطولش عليك. ايوه انا نفسي اسمعك، بقالي كتير ما قعدتش معاك وما اتكلمتش معاك. اتكلم يا. انا لما مراتي توفت ما شكتش لحظه وقلت تمام والله يرحمها، وكنت عايز اراضي امي واعمل اي حاجه طبعا، لحد ما ربنا سبحان الله بعت لي بقى في الوقت المناسب الانسان اللي يفهمني ويوعيني ويعرفني قد ايه انا عايش مع شياطين مش بني ادمين. الله وما عندهمش لا قلب ولا ضمير ولا دين. في ايه يا ابني؟ وبيعملوا كده بكل بساطه وبيأذوا الناس. انت بتكلم امك كده؟ لا وخاله. طب انا ما عملتش حاجه يا ابني عشان تزعلي كده. طب امك جوزتك غصب عنك، انا ذنبي ايه بقى؟ انا لسه ما اتجوزتش غصب عني. ومش هتحصل. اقول لك امي عملت ايه؟ قول. امي خلصت من الانسانه الوحيده اللي اخترتها علشان فقيره. الله. علشان ما معهاش فلوس. خلصت من طفل ابنها نفسه فيه، ابنها بيتمناه. هو في اجرام بعد كده؟ انا يا ابني انت وكل حاجه اتكشفت وعرفت اللي فيها. عرفت ان انت هددتيها باختها وخلصتي على الجنين وخليتيها تسقط. ومش بس كده، يا ريتك سبتيها تعيش. انت اتفقتي مع فرد الامن انه يخلص منها كمان عشان لما ارجع ما يبقاش فيه اي اثر لجريمتك. بس للاسف كل حاجه بانت. عملت كده ليه بقى؟ عشان اتجوز بنت الشيطان اخوكي. الله. كملوا علاقتكم ببعض. ايه طولة اللسان دي؟ انا لحد هنا كان ممكن اسامح واقول ان دي غيره واحده ما عندهاش ضمير عايزه تجوز ابنها لبنت اخوها وخلصت القصه لحد هنا. وسامح امك يا سلامه. انت مين قال لك على كل الكلام ده؟ المفاجاه بقى اللي انتوا ما تعرفوهاش ان انا عرفت كمان ان انتوا اذيين ناس كتير جدا، وعرفت التجاره الزفت اللي انتوا ماشيين فيها. اقول لكم بقى على المفاجاه. انا كنت ناوي كنت ناوي بجد يا خالي بامانه يعني ان انا اسيبك في حالك واقطع امه وخلاص وخلصت. بس قلت لا، ما ينفعش يا سلامه. ما ينفعش تفرق اتنين اخوات عن بعض. ايوه الله يبارك لك. ايوه ما يفرقنا الا الموت ابدا.
بس شفت بقى؟ سمعت؟ صح. ايوه الله يكرمك. عشان كده انا بلغت عنكم وعن الصفقه اللي هتتنفذ النهارده، واديت كل التفاصيل وكل المعلومات، وزمان دلوقتي البوليس تحرى الموضوع، وزياد دلوقتي زمانه اتقبض عليه. مش بس كده، انتوا الاتنين انا هتمنى بجد وهتشفع لكم وهترجع القاضي ان الزنزانه تبقى واحده والكلبش يبقى واحد، عشان ما تتفرقوش عن بعض وتاخدوا حسابكم. واوعدكم هبقى ازوركم بعيش وحلاوه. هما مش هيعملوا كده، وعمرها ما حصلت ان راجل وست يبقى في زنزانه واحده. انت اللي بتفرق بيني وبين اخويا. الله يخرب بيتك وبيت ابوك. ايه اللي انت عملته ده يا اخي؟ حرام عليك. وليه تعمل فيا كده؟ امك يا لهوي، انت يطلع منك كل ده ومنيمنا ومش عارف حاجه. ده انت الشيطان مش يعني الشياطين. امك تحبسها يا سلامه. احبس امي طالما اذت ناس كتير جدا وتاجرت في صنف وفي حاجات زي الزفت. احبس امي طالما خلصت من بني ادمه وكانت عايزه ده روح لسه، ده جنين وبيبي في بطني لسه ما شافش الدنيا. انت ازاي ما عندكيش قلب؟ انت ازاي كده؟ انت امي ولكن عقابك عند ربنا خطير، وعقابك في الدنيا انا اللي هاخده منك بايدي. بس دي ايدك بقى، وانت مستحيل تبقى. انت مالك يا طب على حيلك. يا لهوي، وصلت للحبس. انت بتضحك؟ ده حتى مش هيجيب لنا عيش وحلاوه. بتضحك وانت رايح الحبس؟ ليك نفس تضحك. انت يا سلامه يا خبر اسود. باع امه علشان واحده. يا خبر ابيض. وخاله ده ايه؟ كيس جوافه؟ ما انا معاكي. انا مالي ومال خاله؟ وانت ايه منك يا بعيد؟ انا مالي ومال خاله؟ ايوه دلوقتي بقى نفسك لوحدك. أيوة بعد كل اللي حصل واللي عملناه. أيوة. وانت اللي بوظت الدنيا من الاول. ايوه، امال ليه ما ادورش على نفسي ليه؟ دوري يا اختي دوري. ده قال لك نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم يا حلاوه يا حلاوه. انا مالي. ده ندى. ادخلي يا هي. سلمتهم واتحبسوا، هاتوا جزاتهم. امي بعد العمر ده كله اكتشف انها بتعمل كده. امي وخالي. سلامة، حقك عليا. لو ما كنتش موجودة في حياتك ما كنتش عرفت عنهم اي حاجة ولا عن حقيقتهم. ندى لازم تبقي عارفة ان انت مالكيش ذنب في اي حاجة. دي حاجة. الحاجة التانية، ذنبي الوحيد ان انا مش من مستواك. سلامة، مامتك كانت كرهاني بس عشان انا مش غنية زيكم، عشان انا واحدة عادية. انا ما عملتش كده علشان خاطرك او علشان احميكي. انا عملت كده عشان ضميري. انا عملت كده عشان هم غلطوا، اذوا ناس كتير جدا بالتجارة بتاعتهم. هو انت فاكرة ان سهل ان الانسان يحبس اللي منه؟ ده قرار مش سهل. انا متأكدة قلبك الابيض والكبير محبش يأذي ناس تانية ملهاش ذنب في اي حاجة، وعشان كده عملت كده مع مامتك. بس انا عايزاك تصبر وتكون مؤمن ان الله مع الصابرين. انا مش عايزاك تزعل. انت عارفة هي لو كانت اذتك بس وسقطت البيبي واكتفت بكده كنت اترجيتك وقلتلك نسامحها وسامحتهم. بس المشكلة الناس دخل في اذية ناس كتير جدا جدا. عشان كده بقول لك ان قلبك ابيض وكبير. وحق الدولة كل حد ليه حقه لازم ياخده منهم. انا في حاجة كمان اخيرة. انا مصدر الفلوس اصبح مختلط بالنسبة لي. مش هينفع اعيش بفلوس. انا مش هقولك مش عارف، انا متأكد ان اكيد مصدرها غلط. فانا هبيع الفيلا وكل حاجة ومش هكمل بفلوس حرام. هنبدأ من الصفر، يعني بقينا فقراء زي بعض اصلا. اللي انت شايفه صح اعمله. انا واثقة في قراراتك، واي حاجة هتعملها تبقى صح وانا اكون معاك فيها. ولم حاجتك عشان دي اخر ساعة وهنسلم كل املاكنا عشان يحجزوا عليها وبإرادتنا كمان. مش عايزين فلوس مصدرها مشبوه. حاضر. يلا يا حبيبتي هجهز لك شنطتك
نروح نقعد في بيت بسيط، وهنحب القعده هناك. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان عمك سلامه هيجي يقعد معانا، ومفيش حد هيزعق لنا ولا حد هيأذينا طول ما هو معانا. بجد؟ بجد. هنبدأ من جديد.